السلام عليكم. يلا نروح عمرة مع بعض. يلا بالبداية بدنا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أكرمني هذه العمرة وكتبها لي، الحمد لله أنا وعائلتي. طبعا بلشنا مسكنا طريق بالصلاة على النبي ودخلنا، وهذا كان بداية حد الحرم. يعني فيكم وين ما بدكم توقفوا وتصلوا تعتبروا من منطقة الحرم. الحمد لله ربي كتب لي هاي العمرة بعد وقت، اللي صار لي سنة تقريبا ما رحت مكة ولا اعتمرت ولا دخلتها، وكانت هاي يعني لسوء حظي للأسف. أنا طبعا بحب أروح بالشتاء لأنه بكون الجو كتير حلو بعكس الصيف، لكن الحمد لله من فضل ربي إنه كان الجو كتير حلو بيساعدك إنك تروحي وتعتمري وإنتي كنتي مبسوطة. للأمانة أول ما وصلت الحرم كان قلبي يدق بسرعة رهيبة، لأني كنت كتير مشتاقة وعلى آخري تمام. فكان يعني كنت وأنا بمشي طايرة، مش بمشي، لا كنت طايرة حرفيا، كنت طايرة بدي أروح أشوف الكعبة، ألف الكعبة. طبعا أنا أول ما بفوت بسلم على هذا البيت، ربي يجعله بالبيت الأمن والأمان يا رب العالمين، ويحفظه من كل شر ومن كل مكروه، ويذوق كل الناس وكل المسلمين حلاوة وقوفه أمام باب الكعبة والدعاء والصلاة عند مقام إبراهيم والطواف حواليه يا رب العالمين. الله يكتبها لكل مشتاق يا رب. وبعد هيك رحنا على المسعى. طبعا هذا زي ما انتم شايفين هذا جبل الصفا بداية المسعى. رح نسعى للمروة وبعدين نرجع للصفا كذا مرة. وطبعا كل ما الواحد بيمشي شوية بيكون في مياه زمزم، الله يا رب يسقيكم من مية زمزم أجمعين وتشربوها وتذوقوا حلاوتها، وبالذات يعني حلاوتها مميزة في هذا المكان. طبعا هذا جبل المروة يا جماعة. بعد ما نخلص كمان بنصلي ركعتين، وربنا سبحانه وتعالى أعاننا إنه إحنا خلصنا عمرتنا، وبعد هيك ودعنا هذا المكان. يعني مش توديع نهائي، لكن إن شاء الله إن لقاء قريب، وبالتالي ودعته ومشيت. طبعا أنا ما بحب أتصور صراحة الأماكن هاي لأنه بتكون مخصصة للعبادة، بس حبيت أخدكم معايا المرة هذه. طبعا بعد ما خلصنا لازم نميل على مطاعم العمدة، المطعم المصري الأصيل، نفطر فطور مصري، فلافل وشوية بطاطا مهروسة مع مخللات مصرية، وما شاء الله تبارك الرحمن كان الفطور كتير لذيذ وطعم، بالذات بعد تعب العمرة. الله يدويكم حلاوة هذا التعب يا رب. وبعد هيك توجهنا وودعنا إن شاء الله مكة، إلى لقاء قريب مرة أخرى. وهنا بقول لكم قديش تعبانة ونعسانة للأمانة، كان يعني رغم إنها ميسرة ومسهلة، لكن سبحان الله، الله يدويكم حلاوة هذا التعب يا رب ويكتبها لكل مشتاق.